نعمل النهاردة الترند الجديد كيك الويفر او بسكوت الويفر، ودي وصفة قديمة عند الجزائريين اسمها كروكي. وبالنسبة لطعمها لا هي بسكوت ولا هي كيكة، هي ميكس خطير بين الاتنين، هتعجبكم جدا وكمان هتعجب الاولاد جنب كوباية شاي الصبح او جنب كوباية حاجة ساقعة نقدمها للضيوف بتاعتنا. طعمها في منتهى الجمال. يلا بينا نبدأ في وصفتنا النهاردة. بس قبل اي حاجة حابة اشكر كل مشتركين الجدد، كل الشكر والتقدير لمتابعيني وحبايبي. ولو لسه اول مرة وبتشوفيني اتمنى تشتركي عندي، وجودك معايا شرف كبير ليا. معايا اول حاجة في وصفتنا النهاردة 4 بيضات درجة حرارة المطبخ، هضيف عليهم كوباية سكر حبيبات عادي جدا. طبعا طالما وصفتنا فيها بيض يبقى اساسي الفانيليا. هضيف حوالي معلقة كبيرة فانيليا سايلة او 4 ورقات من الفانيليا البودر، المتوفر عندك تقدري تضيفيه. هضرب بقى المكونات بتاعتي بالهاند بلندر، لو مش متوفر هاند بلندر ممكن في الخلاط او ممكن بالمضرب اليدوي عادي جدا. نحاول على قد ما نقدر ندوب السكر ولحد كمان ما لون البيض يفتح معانا شوية. عايزاكم تكتبوا لي بتتابعوني منين. عايزة ارحب بكل حبايبي اللي بيتابعوني، انا بقرا كل التعليقات وبشوف كل الكومنتات وبرد عليها. ربنا يسعد قلوبكم دايما ويقر عنكم باللي تتمنوه واللي تحبوه. بعد بقى ما ضربنا السكر بالبيض كويس، هننزل بقى بكوبايه كده من الزيت. الزيت هنا يفضل ان هو يكون ملوش ريحه، والكوبايه اللي هنستخدمها هي الكوبايه اللي هنكمل عليها باقي المكونات اللي حطينا بقى السكر، هي اللي هنحط بيها الزيت، هي اللي هنضيف بيها الدقيق. هنخلط برده الزيت بباقي المكونات بالضرب كده. بعد ما ضربناهم كويس جدا مع بعض، هنجيب بقى معلقتين كبار من النشا هنضيفهم عليها. هضيف عليهم كمان معلقه كبيره بيكنج باودر، وكمان ذره ملح او ربع معلقه صغيره كده من الملح. بعدين بقى هنزل بكوبايتين دقيق مبدئيا كده، ونوع الدقيق هنا متعدد الاستخدامات، اي نوع دقيق تقدري تستخدميه. قلب بقى الدقيق بالخليط كويس كده بالاسباتيولا الاول، وهنضيف بقى بعد كده دقيق بالتدريج لحد ما العجينه تلم معانا. كميه الدقيق اللي هنضيفها هنا بتختلف على حسب نوع الدقيق وعلى حسب امتصاصه للسوائل وكمان على حسب حجم البيض اللي ضفناه في الاول. فهنضيف مبدئيا من كوبايتين ل3 كوبايات، وبعد كده نضيف بعد كده بالتدريج لحد ما نوصل القوام المظبوط. واول بقى ما العجينه تلم معانا هنبتدي بقى نشتغل بايدينا. العجينه بتبقى في ايديكي لينه كده وطريه، هوريلكم شكلها كده لما اخلص. هنا حوالي 5 كوبايات من الدقيق بالتدريج، وخلي بالك من الدقيق ما ينفعش يزيد لانه لو زاد مش هتعرفي تفردي العجينه، لازم تكون لينه وطريه معاكي. في الاول هتحسي ان هي بتلزق، بس اغسلي ايدك وابداي عجيني تاني هتلاقيها لمت معاكي. وده بقى القوام المظبوط بعد ما خلصنا عجن فيها. هنقسم بقى العجينه بتاعتنا لجزئين، جزء هنسيبه ساده والتاني هنعمله بالكاكاو. نضيف بقى على الجزء اللي بالكاكاو معلقتين كبار كده من الكاكاو، بس اهم حاجه لازم ننخلهم كويس، ان ساعات بيبقى فيه تكتلات كده في الكاكاو فلازم يتنخل معانا. وده بقى كاكاو خام بدون سكر. هضيف عليهم معلقتين كبار من الزيت. ابتدي بقى اعجن العجينه بتاعتي لحد بقى ما نوصل للون ده. وهنجيب بقى كيس من اكياس السندوتشات هنفتحها بالشكل ده كده، او لو عندك ورق زبده ممكن تشتغلي بيه. نبتدي بقى بعد كده نفرد العجينه على كل الكيس اللي احنا فاردينه ده. نفردها بقى بالمردانه او النشابه. العجينه لينه وطريه وبتتشكل معاكي بكل سهوله. نحاول نسوي الجناب او الاطراف بسكينه او سكرابر كده من الجناب علشان تبقى متساويه معانا لحد بقى ما نفردها على الكيس كله. زي ما انتوا شايفين كده انا فردها على الكيس كله من اوله لاخره. هجيب بقى بعد كده كيس سندوتشات تاني هفتحه بالمقص كده، هشيل العجينه دي على جنب وهبتدي افرد العجينه اللي بالكاكاو. وعلى قد ما نقدر بقى نحاول نفردها على الكيس نفس المقاس بتاع التانية، وساوي بقى وظبطي الاطراف بتاعتك بحيث ان هي تطلع مستطيله زي التانية. طريقتها سهله وبسيطه، اهم حاجه العجينه في ايدك تبقى لينه. اجيب بقى العجينه الساده وهحطها، وبعد كده هحط عليها اللي بالكاكاو. حاول بقى نفردهم على بعض على قد ما نقدر كده، ونديها ضغطه برده بالنشابه لحد ما تتسوى معانا. وبرده من الجناب نحاول نظبطها علشان الطبقات بتاعتنا تبقى مظبوطه، لازم تسويها كويس. وطبعا الكيس من تحت لسه موجود، هنتني بيه اول طبقه وهنحاول نفرد برضو مرة كمان. هنتني بعد كده تاني طبقة بالشكل ده بالكيس برضو. مش هينفع برضو تتني العجينة بايدك، لازم الكيس تحتيكي وانت شغالة وتتني بالكيس نفسه. هنظبط بقى الجناب وبرضو هندوس عليها بالنشابة شوية، ومش لازم نضيع معالم الطبقة، هي دوسة خفيفة بس بالنشابة بحيث نسويها بس مش اكتر. دي بقى التطبيقة التالتة، هنفردها بقى كده بالنشابة نسويها علشان هنحطها في الصينية. دهنت بقى الصينية بتاعتي زيت وهبتدي ان انا احط العجينة فيها. دي الصينية الوسط اللي في الطقم المستطيل، هنحطها بقى جوه الصينيه كده وهنظبطها وهندخلها بقى الفرن في الرف الاوسط على درجه حراره 170 لمده نص ساعه مش اكتر من كده، علشان ما تبقاش ناشفه معاكي وانتي بتقطعيها وتتفرتك معاكي. قالوا بقى نعمل التغطيه معايا حوالي 150 جرام من الشوكولاته، اضيف عليها 3 معالق من الزيت وهبتدي اسيحهم على بخار مائي او في الميكرويف لو عندك. طلعت بقى الصينيه بتاعتي من الفرن وهنا كانت خلاص استوت. هنجيب بقى الشوكولاته اللي احنا سيحناها وهننزل بيها بقى على البسكوت او الكيكه زي ما تسموها بقى. هنفرد طبقه حلوه كده عليها من فوق من الشوكولاته، ولو عندك
عندك شوكولاته بيضه هتسيحيها وهتحطيها في كيس حلواني وهتبداي تزيني بيها بالشكل ده كده. وبعصايه الشيش طاووق هنبتدي نعمل علامات رايح جاي كده لحد ما يديني الشكل ده. اهم حاجه تشتغلي عليها والشوكولاته لسه ما جمدتش. بعد كده هندخلها التلاجة 10 دقايق وهنبتدي بقى نقطعها. وانتي بتقطعيها لو السكينه فيها شوكولاته حاولي تمسحي السكينه بتاعتك كل مره بتقطعي فيها، تقطعيها صوابع زي البسكوت او تقطعيها سمبوكسات كده، مربعات مثلا، زي ما تحبي تقطعيها قطعيها بقى. المهم الشكل النهائي. بصوا بقى الطبقات عامله ازاي لما نطلعها. بصوا بقى الجمال، بصوا الطبقات باينه ازاي ومش مخفيه المعالم بتاعتها. حاجه جميله كده وشيك كده لو حطيتيها كمان للضيوف. لو وصلتي بقى معايا لهنا عايزه لايكات كتيره على الفيديو ده عشان يوصل لكل الناس والكل يستفاد. عايزاكم تقولوا لي عن رايكم في الجمال ده في الكومنتات تحت. طالعه ما شاء الله جميله وخطيره. وبقى الوصفه بتاعتنا النهارده ان شاء الله هتعجبكم. اتمنى اشوفكم بقى في فيديوهاتي الجديده اللي جايه. سلام عليكم.